صاحبي ديك القضيه ديال الكليان كتمشي عنده للدار وكيقول لك شوف هاديك اللي بغيتي كيبقى كيسايس معاك شويه وكيقول لك انت بدا لي من هنا ودير لي هاد الزليج هذا وهادي شويه كيلوح عليك لابال كيقول لك هاديك اللي بغيتي. عرفتي هذيك كتسمع انه فخ يا جورج، هذيك راه انه فخ يا جورج صديقي العزيز. حيت الكليان المغربي ماشي كليان مغربي، كليان بصفه عامه، فهمتي؟ باش كيقول لك دير اللي بغيتي خاصك تعرف مزيان اخويا البنايوز اللي يجيو نجار ومول الالومنيوم ومول الصباغه ومول فهمتي؟ وراه كيدير الحاجه بيديه كتعلموا عليها، كتقول لها انت شوف غنديروا 3 0 7 1 ونخطوا منه ونديروا منها، وكتعبرها وتراسيها ليه وتوري ليه في التصويره كيفاش جات، وفي الاخر في نهايه المطاف كيقول لك لا ما عجبتنيش بحال هكاك وكان هكا نديرها هكا، فهمتي؟ عرفتي ديك هكا نديرها هكا هادشي دايره بيديه. اما داك اللي كيقول لك هاديك اللي بغيتي خاص تعرف واحد القضيه في نهايه المطاف باش غيبغي تخلص غيقول لك خويا فهمتي ما عجبتنيش، فهمتي؟ هذيك راه خاصها تكون راه ماشي بالضبط يكون صديقي العزيز فيها ديفو عوجه، حنا ضد داكشي ديال العوجيه ولا فيها ولا عوجه ولا شي لعيبه، ولكن كليان مغربي كيدير حاجه بيدو ياك و40 عام و20 عام وما كيرضاش عليها، هادشي كيطيبو 20 عام، فهمتي؟ بعض المرات كيكون حتى كنساليه وكيقول لك واش جيب لينا مول الكوزينات ولا جيب لنا مول الضو ولا جيب لنا مول الصباغه ولا جيب لنا مول كذا، وكيقول لك ما كرهناش هادي تولي هنا وهادي تولي هنا، ما كيحاولش يفرح بداك السيرفيس اللي عنده هو، داك الخدمه اللي عنده وداك الجدوديه اللي فيها ما كيحاولش يفرح بها، لا كيحاول يكريتيكي اقصى ما يمكن، حيت هو خلق بحال هكا، خلق ليمرض. ان شاء الله هو